اول قصيده كتبتها تفتكر كانت امتى؟ اول قصيده، هو انا مش فاكر تحديدا، بس اللي انا فاكره ان كان اي موقف بترجمه لاغنيه، لقصيده، لاي حاجه. كنت احب اترجم ده حتى ده احنا في قبل. مرحله ثانوي كده وقتها يعني. يعني كنت احب اترجم ده الكلام على طول في المدرسه مثلا. بس لكن تحديدا بصراحه مش فاكر، بس انا كنت احب اي حاجه اترجمها طب للكلام. فاكر حد يعني اول قصيده وريتها لحد كان ايه رد فعله؟ وريتها لمين اساسا؟ لا، هو انا كنت بعتها لحد كده واضح خلاص كده بقى. وضحت. كده فتقال كنت ايه فيها؟ مدرسه احنا مش لا اكيد. هنكمل في المدرسه. تمام. فخلاص دي كانت قصيده حب اكيد. اكيد. فاكرها؟ لا بصراحه لا. لا هي ولا صاحبتها. لا فمش بس فاكرها. طب يعني كان رد فعل الفعل لا، عليها ايه؟ الحمد لله. كان يعني انا كنت عايز اقول لحضرتك برضو، ولو حد برضو في موقف زي ده تعالى اكتب لي كده كده يعني. كنت بكتب برضو للناس، وانا هفضحهم فعلا. دلوقتي على الهوا يعني. كنت كمان اكتب لي كلمتين. لا بالظبط كده. ف وما زلت مستمرة على هذا الموضوع ولا بقوا ياخدوا من يعني لو الكتاب بقى؟ يعني انا مثلا كنت في، يعني انا اصلا مهندس اتصالات، كنت بشتغل يعني في شركه متعدده الجنسيات، مش هينفع اقول اسمها طبعا، انا عارف عشان ما اقبلش اعلان. ايوه. حضرتك عارفه الشركات دي بيبقوا عايزين مثلا اغاني كنت بكتب لهم مثلا. انا بحب الكتابه. بالنسبه لي الباشن زي ما بيقولوا، اللي هو الشغف، فبحبها جدا يعني.